السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايب لكم موبايل اقتصادي، موبايل لكل الناس. يعني لو انت عايز موبايل مثلا ثانوي معاك، لو انت عايز موبايل رئيسي بس انت اصلا مش بتستخدم السوشيال ميديا او استخداماتك للموبايل ما بتبقاش تقيله قوي، فالموبايل ده هيكون كويس جدا جدا بالنسبه لك. الموبايل ده هو الريدمي A3 من شاومي، وزي ما قلت هو موبايل اقتصادي، سعره بيبدا من 4500 جنيه، يعني هو ما كملش $100. ولكن عندك شاشه بحجم 6.7 بوصه بدقه HD بلس وبتردد 90 هرتز. في الفئه السعريه دي حلوه جدا ان شاومي مدين لك 90 هرتز، هتحس ان الموبايل اسرع شويه من العادي، والشاشه نفسها كويسه، يعني البانل نفسها كويسه، الالوان بتاعتها حلوه جدا، الشاشه ما فيهاش مشكله. طبعا عندنا الووتر دروب نوتش والحواف الكبيره والكلام ده مش بنتكلم عليه في الفئه السعريه دي تماما، انا بتكلم في 4500 جنيه دلوقتي. تصميم الجهاز تصميم شيك الصراحه، مش هتحس ان هو جهاز ب 4500 جنيه. في دايره كبيره جدا للكاميرات وبيتوسطها الكاميرا الرئيسيه والفلاش، واللون اللي معايا ده هو لون لبني، لما توجهه النور كده بيعمل انعكاسات موف. صراحه الجهاز شيك، الفريم بتاعه فلات، الظهر فلات، يعني الجهاز وانت ماسكه كده بتتكلم فيه مثلا مش هتحس خالص ان هو جهاز رخيص. بالنسبه لاداء الجهاز عندنا المعالج الهيليو G36، معالج فئه اقتصاديه، مش هيديك اداء قوي جدا ولكنه برده مش هيديك اداء ضعيف جدا. يعني نقدر ان انت تفتح على الموبايل ده الفيسبوك والواتساب والانستجرام مثلا، اليوتيوب، عايز تتفرج على فيديو كده في السريع. مش هتقدر ان انت تلعب عليه العاب الا الالعاب الخفيفه، كاندي كراش بقى والحاجات دي، ولكن زي ما انا قلت هو معالج فئه اقتصاديه في موبايل فئه اقتصاديه، مش هيديك افضل اداء في الدنيا. النسخه اللي معايا هنا هي ال 4 جيجا رام، 128 جيجا ذاكره داخليه، فزي ما انا قلت هيديك اداء متوسط، اداء معقول. كمان اللي هيساعد الكلام ده البطاريه ال 5000 ملي امبير اللي جايه في الجهاز ده، واللي هي الصراحه بتقعد يوم ونص ويومين من الاستخدام. الجهاز ما بيستهلكش طاقه تماما، ولكن للاسف الجهاز مش جاي بشحن سريع، مش بيدعم الشحن السريع. الشحن اللي جاي معاه في العلبه هو 10 واط، يعني ممكن يشحن الجهاز ده من 0 ل 100 في 3 ساعات تقريبا او 3 ساعات الا ربع، ودي مش ميزه الصراحه. الجهاز طبعا بيشحن من خلال USB-C. بالنسبه للكاميرات 8 ميجا بكسل رئيسيه، والاماميه 5 ميجا بكسل. طبعا الفئه الاقتصاديه دي ما تستناش منها كاميرا برضو، هي فئه زي ما انا قلت هي بتديك اساسيات الموبايل، ان انت تستخدم الموبايل في السوشيال ميديا مثلا، تعمل الحاجات الطبيعيه جدا اللي انت بتعملها في الموبايل. والكاميرات هنا محطوطه عشان لو عايز تصور مستندات، لو عايز تصور حاجه مهمه جدا تصورها برضو موجوده معاك. جهاز فيه بصمه جانبيه في زرار الباور، انا بحب المكان ده جدا، والبصمه شغاله بشكل كويس جدا. الموبايل كمان بيدعم شريحتين وميموري كارد في نفس الوقت، ودي حاجه كويسه جدا بتهم الناس اللي هتشتري الموبايل ده. فمن الاخر الجهاز ده هيديك اساسيات الموبايل، تقدر ان انت تستخدم الموبايل في السوشيال ميديا العاديه، الفيسبوك والانستجرام والواتساب والكلام ده كله. بطاريه الجهاز ده كويسه، في بصمه جانبيه. طبعا الكاميرات مش افضل حاجه، بس عندك كاميرا خلفيه وكاميرا اماميه، وزي ما قلنا ان هو مش جايب شحن سريع، جايب شحن بس 10 واط، فهيشحن بطيء او هياخد وقت كبير. وبس كده، ده كان ريفيو سريع حبيت اقول لكم على الشاومي الاي 3. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايل ده وفي سعره، وهل في سعره افضل منه ولا لا؟ قولوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.